بعد آخر لقاء تلفزيوني ليا بدأت الناس تسألني إزاي تقدر تساعدنا وإيه الخدمات اللي أنت بتقدمها، وبعدها بكام يوم نزلت بوست قلت فيه لو اتذكر اسم أدهم محمود إيه اللي أنت تعرفه عنه، أو إيه الحاجة اللي أنت ممكن ترشحه ليها، واتفاجئت الحقيقة إنه قليل جدا اللي يعرف إيه الخدمات اللي أنا بقدمها، فقررت أعمل الفيديو ده يكون فيديو تعريفي أتكلم فيه عن رحلتي لعلها تلهمك أو تفيدك، وكمان تعرف إزاي أقدر أساعدك. أنا أدهم محمود فاوندر أند بزنس استراتيجيست، بساعد أصحاب المشاريع إنهم يتفادوا أخطاء البدايات اللي بتكلفهم وقت وتكلفة وبتخليهم يبدأوا بشكل خاطئ، وكمان بساعدهم في زيادة المبيعات من خلال فريقي في تمكن ميديا اللي بيساعد أصحاب المشاريع الناشئة إنها تزود مبيعاتها وانتشارها أونلاين، ومؤخرا بدأت أتكلم عن الفريلانسنج علشان أساعد المبتدئين إنهم يبدأوا صح ويتفادوا أخطاء البدايات، وكل ده من خلال خبرة أكتر من 7 سنين في العمل الحر. رحلتي بدأت في 2017 لما بدأت أسمع عن الفريلانسنج والتجارة الإلكترونية، وقتها كانت الكورسات العربية قليلة جدا وكان الكلام كتير عن التسويق الهرمي والعملات الرقمية والتداول، ولكني بشكل شخصي ما كنتش بفضل اتعلم اي حاجة في المجالات دي لاني كنت ولا زلت بشوف ان فيها ريسك كبير جدا وفيها مخالفات شرعية، فكنت بقول انا في غنى عن ان انا ادخل نفسي في الطريق ده، وبفضل الله بدأت ان انا ادرس فريلانسنج. بداياتي في الفريلانسنج بدأت بالتصوير، وقتها كنت هاول تصوير بالموبايل بشكل كبير جدا، ولكن قليل اللي كان بيقدر الموهبة دي وكان بيشوف ان التصوير بالموبايل ما هو الا تضييع وقت وحاجة ملهاش طلب في السوق، ولكن بفضل الله انا كنت شايف ان التصوير بالموبايل هيجي له وقت يكون اهم كمان من تصوير الكاميرات، لحد ما ربنا وفاني وقتها وقدرت ان انا اعمل جروب مصورين مصر اللي جمع الاف من المبدعين، وكان حلقة وصل ما بين اصحاب الاعمال وما بين المصورين، وبعدها اتكتب عني مقال في مجلة مصرية، وبعد فترة من المقال ده كان لي لقاء تلفزيوني عن التصوير بالموبايل. في الفترة دي انا كان التصوير بالنسبة لي ما هو الا هواية، وكتير من الناس اللي حواليا كانوا فاكرين ان التصوير هو مجال الشغل بتاعي. التصوير كان بدايتي لدخولي المجال الابداعي، انتقلت وقتها من التصوير للفيديو اديتنج والجرافيك ديزاين، وقدرت بفضل الله في الفتره دي ان انا اشتغل مع عملاء داخل وخارج مصر. فتره التصميم والفيديو اديتنج كانت بالنسبه لي ملهمه بشكل كبير جدا، وهي اللي ساعدتني النهارده ان انا اقدر اصور لنفسي واعمل اديتنج لنفسي وكمان اعمل الديزاينز بنفسي، ولكن وقتها بدات اشوف ان التنوع ده بينظر لي ان هو تشتت، فكنت محتار هل اتخصص في مجال واحد ولا اكمل في رحله التنوع واكون مالتي تاسكر او زي ما بيقولوا وان مان كرو. وسمعت عن مصطلح الجنراليست. الجنراليست باختصار هو شخص عنده المعرفه الكافيه في كل مجال من المجالات اللي هو بيشتغل بيها وبيخليها كلها تخدم على تخصص واحد بس. فبدات بيني وبين نفسي اتساءل هل انا هكمل في الرحله دي ولا لازم اتخصص؟ لقيت ان انا مش عارف ان انا اتخصص، فقلت ان انا هجمع ما بين شهادتي الجامعيه وما بين احتياجات سوق العمل، وبالفعل بدات رحلتي في البرمجه. لما بدات رحلتي في البرمجه اكتشفت مشكله كبيره جدا، ان انا مش حابب المجال ده ولكني بفهمه، ودي معضله كبيره بتقابل بعض الناس، انك ممكن تكون فاهم المجال وبتعرف تشتغله ولكن انت مش حابه او مش حاسس ان انت مرتاح فيه. فكنت في حيره ما بين امرين، هل اكمل في المجال ده علشان ليه طلب في السوق ولا اترك المجال واتبع شغفي واشوف مجال جديد اتعلمه وابدا فيه من الصفر. اثناء الرحله دي قررت ان انا ابدا تجاه شغف جديد بدات اكتشف نفسي فيه، وهو شغف البيزنس والاستثمار ورياده الاعمال. وبدات رحلتي مع الكورسات المتنوعه اللي فيها بيتكلم عن البيزنس والماركتنج ورياده الاعمال، وكل يوم عن التاني بلاقي عقليتي بدات تتطور احسن من الاول بكتير. وفي الفتره دي قررت ان انا ابدا اول بيزنس ليا، براند ملابس مصري بيجمع ما بين الطابع المصري وما بين اللغه العربيه علشان يقدم منتج له اثر وقيمه مش بس حاجه بنرتديها. وقتها كانت موضه التيشيرتات اللي باللغه العربيه لسه في بدايتها، ولكن للاسف وقتها وقعت في مشكله، وهي ان انا بقيت مغرم بالبزنس وببيع اللي عاجبني انا مش اللي يعجب العميل، وده من الاخطاء اللي انا وقعت فيها اللي انصحك عزيزي المشاهد انك ما تقعش فيها. وفضلت معافر وبكمل لحد ما اكتشفت مع الوقت ان انا بستنزف ماليا والنتيجه ما كانتش مرضيه بالشكل اللي انا عايزه. التجربة دي علمتني حاجات كتيرة جدا، علمتني أهمية التخطيط المالي، أهمية إن أنا أدرس السوق كويس، والأهم كمان إن أنا أبيع اللي السوق محتاجه مش بس اللي عاجبني أو عندي شغف ليه. وكمان علمتني قاعدة من أهم القواعد اللي بقيت ماشي بيها دايما، وهي إن البيزنس لا يبنى على الشغف فقط. فقررت إن أنا أوقف براند جيما علشان يكون رحلة وبداية جديدة في عالم البيزنس وفي رحلتي الشخصية. وبعد ما وقفت جيما قلت طيب هل اكمل في طريق الفريلانسنج ولا اكمل في طريق البيزنس؟ وكنت في حيره لفتره ما، وبدات ان انا ادخل استشارات كتيره جدا مدفوعه، واخدت كورسات تجاوز سعرها على مدار 6 سنين اكتر من 100,000 جنيه. وقتها كنت بسال نفسي دايما في كل كورس انا بدخله، هل انا بدخل الكورس ده علشان اخد شهاده اعلقها عندي في البيت ولا استفيد واجمع معرفه هتفيدني؟ وفضلت بتعلم وبدخل استشارات وباخد كورسات، ومع دراستي في الكليه لنظم المعلومات الاداريه بدات ان انا اكتسب افق جديده في الاقتصاد والبيزنس والماركتنج، وقررت ان انا ابدا رحله جديده في مجال جديد وهو مجال الديجيتال ماركتنج.
في بداية تعلمي للديجيتال ماركتينج بدأت ألاحظ إن الشخص لو راح للمجال ده من غير ما يتعلم التراديشنال ماركتينج أو التسويق التقليدي للأسف هيكون عنده قصور معرفي كبير جدا. فبدأت إن أنا أركز في الكلية على مادة التسويق، وبفضل الله قدرت إن أنا أكون من المتفوقين في المادة دي لدرجة إن أنا كنت بذاكر لأصحابي التسويق. أثناء تعلمي للديجيتال ماركتينج جت علينا كورونا، وفترة الكورونا كلنا عارفين إنها كانت فترة صعبة على العالم كله تقريبا. الناس كلها تقريبا بدأت إنها تشتغل من البيت، وأصحاب المشاريع الأوفلاين بدأ يحصل عندهم مشاكل كبيره جدا. فبدات ان انا افكر ليه ما اعملش شركه بتساعد اصحاب المشاريع الناشئه تحديدا انهم يبداوا اونلاين بشكل صحيح، لان ده السوق الواعد اللي انا كنت شايفه بعناية. ومن هنا بدات تاني تجربه ليا في البيزنس، وهي تمكن ميديا اللي ما زالت قائمه لحد النهارده. وبفضل الله على مدار اكتر من 3 سنين تمكن ميديا ساعدت فريلانسرز كتير جدا انهم يعملوا دخل اونلاين ويقدموا خدماتهم لاصحاب المشاريع. وبفضل الله من كام يوم كنت ببص على شيت الماليات بتاع تمكن ميديا في خلال ال3 سنين اللي فاتوا، ومش عايز اقول لكم التوتال سيلز وصلت لكام، ولكن اقدر اقول ان تمكن ميديا حققت الهدف اللي انا عملته علشانها بفضل الله. وفي الفتره دي بدات ان انا اتعمق في الديجيتال ماركتنج، وقلت لنفسي سؤال: هل يا ادهم تتخصص في مجال من مجالات الديجيتال ماركتنج، ولا تعمل نفس اللي انت بتعمله كل فتره تقريبا؟ وهو ان انا ابدا تعلم في كل مجال من مجالات الديجيتال ماركتنج، علشان انا عندي قناعه شخصيه ان الشخص اللي عايز يتميز لازم يكون عنده نظره اوسع وما يبصش بس على تخصصه فقط. ومن هنا بدات رحلتي في تعلم كتابه المحتوى. كتابه المحتوى ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا انظم افكاري واعرف اعبر عن الافكار بتاعتي، سواء كانت من خلال فيديوهات شبه اللي انا بعملها حاليا او من خلال البوستات اللي انا بكتبها. وكمان ساعدتني ان انا احسن حصيلتي اللغويه، لان كتابه المحتوى في بدايتها لازم تكون عندك اساسيات اللغه. فتعلمت كتابه المحتوى، وبعد فتره لقيت نفسي بتعلم المودريشن، وانتقل من المودريشن للسوشيال ميديا مانجمنت. وفي السوشيال ميديا مانجمنت وقعت في مشكله كبيره جدا، وهي حيره المسمى الوظيفي. هل المفروض انا اتسمى سوشيال ميديا مانجر ولا سوشيال ميديا سبيشاليست؟ ومن هنا بقول لك نصيحه يا عزيزي المشاهد: ما تركزش قوي مع المسميات الوظيفيه لانها بتختلف من مكان لمكان، ولكن ركز في الوصف الوظيفي والمهارات والمهام المطلوبه منك داخل التخصص ده. في الفتره دي قدرت ان انا اشتغل مع اعلاميين كسوشيال ميديا سبيشاليست. وهل الرحله تقف هنا؟ لا، فضلت مكمل في رحله التعلم. فاتعلمت الميديا باينج، وبعد فتره لقيت ان كم المعرفه اللي انا اكتسبته على الرغم ان هو مفيد جدا ولكنه وضع عليا حمل كبير. كنت لما بروح اعرف نفسي بحتار: هل احكي التجربه اللي انا حكيتها دلوقتي ولا اختصر نفسي كميديا باير؟ وفضلت ان انا ادخل استشارات واسال وابحث، ما كنتش عارف المشكله فين. هل المشكله علشان انا تنوعت في المعرفه، ولا علشان مش لاقي المنتور اللي يوجهني بشكل صحيح ويقول لي المفروض ايه النكست ليفل اللي انا المفروض اكون فيه؟ وعلشان انا ما لقيتش الاجابه فضلت ان انا اتعلم واسال وابحث. فلقيت نفسي شخص بيحب البيزنس والماركتنج والاستثمار، ومش قادر ان هو يكون موظف بيعمل مهام محدوده. فقلت في نفسي: ايه المفروض اللي انا اعمله حاليا، واخلي كل المهارات التانيه تخدم على نفس المجال ده، وكمان تساعدني في البيزنسز اللي انا هبدا اشتغل عليها. وده اللي حصل بالفعل. بدات اقول للناس انا ميديا باير، وبالفعل اشتغلت مع ناس كتيره جدا. هيظهر لكم على الشاشه عدد من العملاء اللي انا اشتغلت ليهم، وقدرت بفضل الله في مده قصيره جدا كانت سنه ونص تقريبا ان انا احقق نتائج. وكل ده بسبب تنوع المعرفه اللي كان عندي، لاني لما كنت بمسك البيزنس ما كنتش ببص ليه داخل الداشبورد بس، كنت ببص على التسعير، على البراندنج، على الكونتنت، على كل الحاجات اللي انا اتعلمتها في السنين اللي فاتت. وده اللي كان بيميزني بفضل الله. وفضلت شغال لمده سنه ونص. اثناء الفترات دي كلها انا كنت بعمل بيزنسز كتيره. عملت مثلا داسافاي اللي عملتها في بدايه الكلام عن الديجيتال برودكت. بعد فتره مع الوقت من التنقل من العمل الحر للبيزنس دخلت في شراكه مع صديق ليا بيطبع الجرافيتي على الملابس والمطبوعات، وكانت تجربه مثمره استفدت منها كتير جدا. ولكن التجربه ما اكتملتش بسبب ان انا بدات اهتم بحاجات مختلفه، وصديقي كمان بدا يهتم بحاجات تانية. فوقفنا جرافيتو عند هذه المرحله، وبدات اكتشف نفسي من جديد. وعلى الرغم من كل اللي انا قلته ده، حاليا شغال على بيزنس بقاله اكتر من سنتين بحط فيه كل التجارب والخبرات اللي انا اكتسبتها على مدار اكتر من 7 سنين، وبعمل البيزنس ده بتأني كبير جدا على الرغم انه اخذ مني ميزانيه ضخمه جدا جدا. ولكني اتعلمت ان البيزنس لا يبنى على الشغف فقط، البيزنس يبنى على الدراسه، على التخطيط، على تحمل مخاطر البدايات. اثناء كل اللي انا حكيته ليكم ده كان بيحصل عندي احيانا ضغوطات نفسيه ما بين فكره هل اكمل في الطريق ده ولا اسلك الطريق التقليدي واسيب كل هذه الافكار واروح اشتغل كموظف بياخد مرتب معين ويعمل مهام محدوده ويكبر دماغه من الضغوط اللي بيمر بيها. واكتشفت ان انا مش عارف اكون موظف. انا شخص عندي عقليه رائد الاعمال، ولكني لا امتلك كل المقومات اللي تساعدني اكون رائد اعمال. فكنت كل ما بشتغل شويه واعمل مبلغ ارجع تاني اعمل بزنس جديد. هل كل التجارب دي كانت بتنجح؟ الحقيقه لا، بعض التجارب دي كانت بتفشل فشل ذريع، والبعض منها كلفني اكتر من 5 أصفار. ولكني كنت بكون مبسوط بكل تجربه اخدها في التجارب دي، على الرغم ان انا كنت بخسر
بخسر فيها كتير جدا. وكل التجارب دي ما كنتش بتكلم عليها ابدا على السوشيال ميديا، لاني كنت بشوف انها تجارب بتعلمني ولسه ما لمستش النجاح اللي المفروض انا عايز اوصل له. وبعد فتره مع الوقت بدات بفضل الله اطلع في لقاءات تلفزيونيه اتكلم عن البيزنس والماركتنج وانقل فيها تجربتي للناس المبتدئين علشان يتفادوا الاخطاء اللي انا وقعت فيها. وبعد أكتر من 7 سنين من التجارب الكتيرة جدا أقدر أقول بكل ثقة إن التنوع عمره ما كان مضر. التنوع بيكون مفيد جدا لو في النهاية بيصب الهدف واحد، ولكن بيكون مضر لما بتكون مش عارف تتميز في حاجة من الحاجات اللي أنت اتعلمتها، وبيحط عليك عبء كبير جدا في فكرة إنك مش عارف تعرف نفسك للناس، مش عارف تقول إيه الخدمات اللي أنا مميز فيها اللي تكون مصدر دخل كبير ليك، مش عارف إزاي تبرز القيمة اللي تقدمها للناس. وأنا عملت الفيديو ده لهدفين بس. الأول إن أنا أعرفك إن الرحلة بتاعتي كانت مليئة بالخسائر مش بس مكسب، وانها كانت مليئه بالتشتت والحيره والاستشارات والكورسات، وان انا حاسس بيك جدا كمبتدئ في مجال العمل الحر. والحاجه الثانيه ان انا اقول لك لو انت لسه بتبدا بزنس جديد ان انا مريت بكل اللي انت هتمر بيه، وهدفي ان انا اساعدك انك تتفادى الاخطاء اللي ممكن توقف البزنس بتاعك او تكلفك ماليات كتيره جدا او تخليك مش واعي لزوايا في البزنس كفيله تقفل البزنس بتاعك قبل ما يبدا. واللي انا عايز اقوله ليك كمبتدئ، طبيعي جدا هتفضل فتره من حياتك مشتت ومحتار، بس الاهم ان الفتره دي ما تكونش طويله جدا. وعلشان كده انا عملت ليكم ورشه بعنوان تعلم كيف تتعلم العمل الحر، هدفها انها تبني العقليه بتاعتك وتساعدك انك تتفادى كل الاخطاء اللي انا وقعت فيها في خلال اكتر من 7 سنين.